بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. واصل حديث اليوم عن الإمام محمد بن علي بن أحمد أبي بكر الإسكوي المصري الإدريسي الشمس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسأتجاوز اليوم في حديث مخطوطته الإقناع في أحكام السماع، وهي في علم قراءات القرآن الكريم. فهذه المخطوطة موجودة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم، تحت مادة تجويد قراءات. بقرة رقم 1 بعدد 212 ورقة و15 سطر. نسخت هذه المخطوطة بتاريخ 679 هجري 1280 ميلادي. ولو تكرمتم ركزوا معي على هذا التاريخ، فمن الخطأ نسبة هذه المخطوطة للمؤرخ جعفر بن ثعلب الإسكوي، لكونه مولود في 685 هجري 1286 ميلادي في القرن السابع الهجري 13 الميلادي. فقد تم نسخ هذه المخطوطة قبل ولادته ب6 سنوات، فكيف تنسب للمؤرخ جعفر بن ثعلب الإسكوي ولا تنسب لصاحبها الحقيقي وهو الإمام أبو بكر الإسكوي؟ فقد ولد المؤرخ جعفر بن ثعلب الإسكوي في عام 685 هجري 1286 ميلادي، يعني بعد نسخ المخطوطة ب6 سنوات. وهناك لبس في ذلك الموضوع، وذلك لتشابه مخطوطة المؤرخ جعفر بن ثعلب الإسكوي الإمتاع في أحكام السماع، وهي في جواز الغناء وتحريمه، مع عنوان المفسر أبا بكر الإسكوي الإقناع في أحكام السماع. وعلى المكتبة التحقق من ذلك في مصنفاتها، بالإضافة إلى أن اهتمامات الإمام أبي بكر الإسكوي لغوية قرآنية نحوية ومالكي المذهب من القرن الرابع الهجري،
بينما اهتمامات سبته المؤرخ جعفر بن ثعلب الإسخوي تاريخية أدبية شعرية شافعي المذهب من القرن السابع الهجري. فهناك لبس بين الاثنين يجب تصحيحه في مجلدات الإقناع في أحكام السماع السابق ذكره، وهي أمانة تاريخية يجب ذكرها وإنسابها للإمام أبي بكر الإسخوي، وهذا هو الصواب، وموجود منها نسخة بدير مكتبة الإسكوريال بأسبانيا. هذا موضوع. الموضوع الآخر أن مجلدات الاستغناء للإمام أبي بكر الإسخوي التي قالها عنها القاضي الفاضل عبد الرحيم الجيساني في العصور الوسطى أنه يجب الاستغناء عنها لضخامتها. هذا ما جاء في كتاب أنباه الرواه على أنباه النحاة للوزير القسط، بينما صححت هذه العبارة عند الخيرزبادي، وقال أنه من الكتب المنتفع بها مجلدات الاستغناء في تفسير القرآن وعلومه للإمام أبي بكر الإسخوي. هذا شيء. الشيء الآخر أنه دائما مجلدات التفسير تكون كثيرة لأنها تتناول تفسير القرآن الكريم، فما بالك أن الإمام الإسخوي لم يقم فقط بتفسير آيات القرآن، إنما قام بتفسيرها تفسيرا شموليا، بمعنى أنه وضح الآية وفسر معانيها وذكر إذا كانت مدنية أو مكية، وذكر المحكم والمتشابه منها والناسخ والمنسوخ، واستشهد بأبيات الشعر التي تساعد في تفسير الآية، ثم كتب في العلوم التي تخدم تفسير القرآن الكريم. فإذا لابد أن تكون المجلدات بالضخامة المعروف، لأنها تحتوي على أكثر من مادة. هذا شيء. الشيء الآخر أن الدليل على أنه مفسر للقرآن الكريم بأكمله ما ذكره الفيلسوف أرنست ريمان، بأنه عثر على هذه المجلدات في 120 مجلدة،
كانت في مكتبة دير الإسكوريال بأسبانيا. ثم جاء إمام آخر ثم جاء إمام آخر فقال أن هذه المجلدات بلغت 1000 مجلد، ومعناها معنى أنها تبلغ 1000 مجلد يعني أن لها تفسير شمولي للقرآن الكريم. وقد ذكرت في كتاب المنن. فقد عثر الإمام الشعراني في كتابه المنن على هذه المجلدات في 1000 مجلد، ولكن للأسف الشديد قامت أيدي حاكمة بحرق بعض منها في مكتبة دير الإسكوريال في أسبانيا مدريد، ولم يصلنا منها إلا 120 مجلدة كما قال الفيلسوف أرنست رنا. هذا بالنسبة للإمام أبو بكر الإبطوي ومجلداته في علوم القرآن الكريم. فهذه المجلدات تتضمن تفسير القرآن الكريم بإعراب الإمام للآيات نحويا، ثم يفسرها ويفسر معانيها وكلماتها من خلال النحو، ويصنفها أكانت مدنية أو مكية أو ناسخة أو منسوخة أو محكمة أو متشابهة. ومن ثم يتعرض لعلوم القرآن التي تخدم التفسير من خلال تفسير لمعاني الآيات الكريمة. ويذكر أن بعد مضي التفسير تفرع إلى علوم عدة ذكرت في مفتاح السعادة، وهي تزيد على 72 علما، ولكل منها مؤلفات وأبحاث. وقد ارتبطت العلوم الشرعية بالعلوم اللغوية، ولا يستطيع الطالب إتقان الواحدة منها إن لم يتقن الأخرى. حتى قال حماد بن سلمة: إن الذي يكتب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها. والحيثيات واضحة عن تفسير مجلدات الاستغناء للإمام الإبطوي،
رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكونه يفسرها برؤية تفسيرية لغوية نحوية شمولية تكاملية تحوي التفسير والمعاني والشرح والعلوم التي تخدمه، وبذلك يغني الاستغناء في تفسير القرآن وعلومه قارئه عن غيره من التفسيرات. وبذلك يكون الإمام الإدفوي من أبرع وأقدم المفسرين للقرآن الكريم، وأنه لم يكن به تضخما كما قال عنه القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي الجيساني في مدرسته بالقاهرة المعزية بقوله: هو كتاب كبير يغني عنه غيره مما هو ألطف منه. هذا ما جاء في أنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير القسط. نجد بعد ذلك أن الفيروزبادي في كتابه البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمجد الدين الفيروزبادي المتوفي سنة 817 هجري من دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع في الطبعة الأولى صفحة 277. ومن كلام الفاضل: الكتب المنتفع بها 3: كتاب الاستغناء، ورسائل الصفا، ومعاني الفراء. لماذا؟ وهذا قولي: لأنه كان وافيا محكما ولا يصلح معه التلخيص والإيجاز، وإنما الموجز هو الذي يستغنى عنه لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا ما أتحدث به اليوم عن سيدنا وإمامنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الإدفوي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونواصل إن شاء الله في أيامنا القادمة الحديث عن الإمام بكونه موضوع جديد لم يطرقه أحد من الباحثين، وقد قمت بكتابة ترجمة كاملة عن الإمام في كتاب صدر عام 1996 بعنوان النحوي المفسر الإمام الشيخ الإدفوي. وأحمد الله أنه كان موضوعا لم يطرقه أحد من الباحثين، وقد نفذت طبعته في مصر، وكان الإقبال عليه كبيرا في المملكة العربية السعودية.
والحمد لله أن هناك أكثر من باحثة وباحث بعدما أخرجت هذا الكتاب المترجم فيه للشيخ الإمام، فتطرقوا للجانب التخصصي وهو الحديث عن تفسير الإمام وعن فقه اللغة العربية من كتاب الاستغناء في تفسير القرآن وعلومه. والحمد لله علمت أخيرا أن هناك 13 باحثا وباحثة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، يقسمون مجلدات الاستغناء عليهم بدراستها وفحصها وتمحيصها وأخذ الأطروحات والرسالات عليها للاستفادة منها في قسم القرآن الكريم وعلوم. وأأمل أن مجلدات الاستغناء هذه نظرا لقيمتها وروعتها الاطلاع عليها بين الباحثين في جميع أنحاء العالم العربي. فكما قال الشاعر: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدقاته؟ وإن شاء الله وبإذن الله نوالي حديثنا عن الإمام أبي بكر الإسطوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو العالم العامل بكتاب الله وسنة جده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الحديث عن الإمام أبي بكر مسند عصره في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي حديث ممتع وحديث شيق، ولا نمل الكلام والحديث عنه. أضف إلى ذلك أني سأتحدث عن مولد سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولده الشريف، وإلى حديث قادم إن شاء الله
أستودعكم وأشكركم على حسن الإنصات والمشاهدة، وكل عام وحضراتكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.